قالت لهم الموضوع حصل من يجي أكتر من 15 سنة. أبو فاطمة في واحدة من القرى الريفية في دولة سوريا كانت بتعيش بنت صغيرة اسمها فاطمة. فاطمة في الوقت ده كان عندها 7 سنين، كانت عايشة مع والدها ووالدتها وأختها الكبيرة، كانوا عايشين في بيت ريفي بسيط. وفي يوم والد فاطمة خرج الصبح بدري من البيت هو ووالدتها علشان يروحوا يشتغلوا في الأرض بتاعتهم، لأنهم كانوا بيشتغلوا مزارعين. كانوا بيخرجوا كل يوم من الصبح وبيرجعوا قبل المغرب، لأن الستات في القرى الريفية متعودين إنهم بيساعدوا أزواجهم في الأرض والزراعة. كانوا بيخرجوا من البيت وبيسيبوا فاطمة مع أختها الكبيرة علشان تاخد بالها منها. وفي اليوم ده رجعوا كعادتهم للبيت، بس ما لقوش فاطمة. سألوا عليها أختها الكبيرة، قالت لهم هي هتروح فين؟ أكيد بتلعب هنا ولا هنا جنب البيت، لأن بطبيعة المنطقة كانت منطقة ريفية، وكل البيوت اللي حواليهم كانت بتخص أقاربهم ومعارفهم، ومفيش بينهم حد غريب. خرجوا كلهم يدوروا على البنت في كل مكان، بس ما لقوش ليها أي أثر. الوقت كان بعد المغرب والدنيا ابتدت تضلم، والناس اتجمعوا عند بيت فاطمة، وعمامها كمان جم وفضلوا يدوروا عليها في كل حتة، بس برضه مفيش فايدة. فضلوا يدوروا طول الليل لحد الصبح، وكل لما الوقت كان بيمر كان الخوف والقلق بيزيد في المكان. تاني يوم الصبح أهلها راحوا على قسم الشرطة علشان يبلغوا عن اختفائها. المنطقة اللي هم كانوا فيها كانت مليانة بالحقول والمزارع، وكان موجود بين الحقول دي ترع وجداول مية صغيرة بيستخدموها الأهالي علشان يرووا الأرض. وكانت بتحصل بعض الحوادث إن الأطفال الصغيرين هم وبيلعبوا كانوا أحيانا بيقعوا في الترعة دي وبيغرقوا. فرجال الشرطة بلغوا أهل فاطمة إنهم هيبعتوا لهم غواصين علشان ينزلوا يدوروا على فاطمة في الترعة، يمكن لا قدر الله تكون وقعت في المية هي وبتلعب من غير ما تقصد وتكون غرقت. وفعلا جم الغواصين ومسحوا المنطقة بالكامل، وفضلوا يدوروا على فاطمة في كل الترع والجداول وما لقوش ليها أي أثر. واستعانوا كمان بالكلاب البوليسية ومشطوا المنطقة بالكامل، ومشطوا كمان المناطق المجاورة للقرية، بس البنت كانت فص ملح وداب. فضلوا يدوروا لمدة يومين، وبعد اليومين كانوا أعمام البنت كالعادة بيدوروا في كل المناطق المحيطة بيهم. هم وراجعين لبيت أخوهم اللي هو والد فاطمة، حب واحد من الأعمام إنه يستخدم دورة المياه، والبيت ده كان فيه دورة مياه خارج البيت، ودي خاصة بالضيوف والناس الغريبة. هو وداخل دورة المياه شم ريحة بشعة جدا في المكان. فضل يدور علشان يشوف مصدر الريحة دي ايه. فضل يدور لحد ما راح عند بلاعة الصرف الموجودة خلف دورة المياه، قرب منها وفتحها واتصدم لما لقى كيس نايلون مربوط ومرمي في البلاعة. سحب الكيس وخرجه من البلاعة، ولما فتح الكيس اتصدم لما لقى جثة ملفوفة ومربوطة جوه الكيس. فضل يصرخ، وجم اخواته اللي كان ما بينهم والد فاطمة، ولما فكوا الجثة عرفوا ان الجثة دي للأسف جثة فاطمة. الجثة كانت متربطة بشكل مخيف ومرعب، والرأس للأسف كان مفصول عن الجسم، وتلات ارباع الجسم كان محروق. الدنيا اتدربكت والناس انهاروا، وعلى طول بلغوا رجال الشرطة اللي أخدوا الجثة وفحصوها. وبعد الفحص عرفوا ان فاطمة قبل وفاتها اتعرضت للحرق بمادة الأسيد، وتقرير الطب الشرعي أكد ان البنت لم تتعرض للاعتداء الجنسي، يعني اللي خطفها وقتلها ما كانش له أغراض جنسية، لا أكيد ده حد عاوز ينتقم. منظر الجثة والتمثيل بيها بيأكد ان اللي عمل كده عمله بدافع الانتقام. وطبعا أكيد العداوة دي كانت بين القاتل وبين أهل فاطمة، يعني ممكن والدها أو والدتها، لأن مستحيل حد هيعادي طفلة عندها 7 سنين. أكيد ده حد حب إنه ينتقم من أهلها فيها. رجال الشرطة استدعوا الأب والأم علشان يسألوهم لو ليهم أي خلافات مع أي حد. طبعا أهلها كانوا في حالة ذهول وصدمة، لأن فاطمة كانت محبوبة جدا من والدها ووالدتها، والأهل كانوا في حالة انهيار. رجال الشرطة سألوهم لو كان ليهم أي خلافات مع أي حد، بس أهل فاطمة قالوا إنه مستحيل يكون اللي قتلها بدافع إنه ينتقم منهم، لأنهم طول عمرهم في حالهم وعايشين كمان جوه القرية وسط أهلهم وجيرانهم، ومفيش ما بينهم غير كل ود وحب. فضلوا المحققين يستدعوا كل الجيران والأهالي القريبين من عيلة فاطمة، واستدعوا كمان عمام البنت وحققوا معاهم، وفضلوا يحققوا مع عمها اللي كان أول واحد اكتشف جثة فاطمة، لأن في قضايا كتير كان الجاني بيطلع شخص غير متوقع، فعشان كده رجال الشرطة لم يستثنوا أحد. كل واحد كانوا بيفضلوا يسألوه عن علاقته مع أهل البنت، وبيسألوه لو في بينهم أي خلافات. ورجال الشرطة كانوا بيركزوا مع عمام البنت وزوجاتهم، لأن المنطقة منطقة ريفية وكل الناس عارفين بعضهم، ومستحيل حد غريب يدخل ويقتل ويحرق جثة البنت ومحدش يشوفه. وعلشان كل الأسباب دي الشكوك كانت بتحوم حول دايرة معارفهم. المهم جابوا العمام وفضلوا أيام يحققوا معاهم، ومن بعدها جابوا زوجاتهم، والصدمة كانت إن اللي كان بيفكر فيه رجال التحقيق صحيح، وإن القاتل ما خرجش
وخرجش من دايرة أقارب الطفلة. والصدمة والكارثة كانت في السبب اللي اتقتلت بسببه فاطمة. واحدة من زوجات عمام البنت كانت شابة عندها 35 سنة، كانت متجوزة عم فاطمة الصغير وساكنة في بيت زوجها اللي كان قريب من بيت أخوه اللي هو والد فاطمة. رجال الشرطة كانوا مركزين مع الست دي لأن بيتها كان أقرب بيت لبيت فاطمة. جابوا السيدة دي وفضلوا يحققوا معاها، سألوها كانت فين في الوقت اللي اختفت فيه فاطمة. ردت عليهم وقالت لهم إنها كانت في بيتها وبتعمل شغل البيت اللي عليها. قالوا لها طيب لما والد ووالدة فاطمة بيطلعوا من البيت بتعرفي ميعاد خروجهم؟ قالت لهم أيوة، أنا بشوفهم وهم داخلين وهم خارجين للبيت. قالوا لها تمام. طيب لما أهل فاطمة بيخرجوا من البيت البنات الصغيرين بيعملوا إيه؟ قالت لهم أيوة، البنت الصغيرة كانت بتلعب قدام البيت، أما الكبيرة فكانت بتكون جوه البيت، يعني بتشتغل، بتنظف، بتطبخ، بتعمل اللي عليها. وبحكم إن بيتي كان قريب من بيتهم فأنا كنت بشوفهم عادي. طبعا رجال الشرطة بيسألوها الأسئلة دي علشان يعرفوا الست دي ممكن تكون شافت أي حاجة، ولاحظوا إن الست دي بتعرف معلومات كتير جدا عن بيت والد فاطمة ومركزة معاهم بشكل واضح، والشيء ده لفت نظر رجال الشرطة، ففضلوا يسألوها عن علاقتها بأخو زوجها ومراته وهل هي بتروح عندهم ولا لأ. فقالت لهم لا والله أنا من زمان لا بزورهم ولا بيزوروني، أنا بحب أعيش مع نفسي بعيد عن المشاكل. قالوا لها تمام وسابوها تمشي. فراحوا لوالد فاطمة وسألوه عن علاقته بزوجة أخوه دي، وقالوا له زوجة أخوك دي بتقول إن مفيش أي اختلاط ما بينكم، لا بتزوروها ولا بتزوركم. وقالوا له إن هي بتقول إن العلاقات ما بينكم مقطوعة من زمان بسبب مشاكل حصلت وبعدها كل واحد اختصر في حاله. فرجال الشرطة سألوا والد فاطمة عن سبب المشاكل دي، فقال لهم أيوة حصلت مشكلة قديمة ما بيننا، إن هو اعتدى عليها بالضرب. قالوا له امتى حصل الكلام ده؟ قال لهم من اكتر من يجي 15 سنة. رجال الشرطة فكروا ان دي حاجة قديمة وبسيطة ومستحيل انها تكون دافع للست دي علشان تقتل فاطمة. فرجعوا تاني لزوجة العم وقالوا لها عايزين نسألك سؤال، ايه قصة ان اخو زوجك اعتدى عليكي بالضرب من يجي اكتر من 15 سنة؟ هنا البنت وشها اتغير وابتدت تتوتر وقعدت تتلعثم في الكلام، فضلت تبكي وانهارت وحست ان رجال الشرطة وصلوا لمعلومات وكشفوها، مع انهم لحد الان كل اللي بيدور مجرد شكوك ومفيش اي دليل او معلومة عن الجريمة. البنت انهارت وقالت لهم انا هعترف لكم بكل شيء، انا اللي قتلت فاطمة. رجال الشرطة اتصدموا وقالوا لها ليه؟ ايه السبب اللي يخليكي تقتلي طفلة صغيرة؟ هي عملت لك ايه او اذتك في ايه؟ قالت لهم الموضوع حصل من يجي اكتر من 15 سنة، ابو فاطمة اعتدى عليا بالضرب، انا كنت لسه متجوزة ماليش كام شهر، والد فاطمة كان كبير اخواته وهو المسؤول عن الغنم والزرع والبيت وكل شيء، كان بيخليني انا اللي اشتغل في الزريبة، احلب الاغنام وانظف واعمل الشغل اللي عليا. وفي يوم دخل عليا الزريبة فلقى اني كنت لسه ما عملتش الشغل اللي كان هو مكلفني بيه، فضل يزعق معايا وتعصب عليا وفضل يضربني ضرب مبرح. اليوم ده انا غضبت ورحت بيت اهلي، ولما وصلت عند اهلي كنت تعبانة جدا وبنزف. اهلي اخدوني للدكتورة ولما كشفوا عليا عرفوا اني كنت حامل، والضرب اللي ضربهولي اخو زوجي قتل ابني في بطني. انا انهارت لاني كنت ما صدقت اني احمل وكنت بنتظر ولادة ابني بفارغ الصبر. دخلت اوضه العمليات وعملت تفريغ للجنين وشفت الموت بعينيا. طلعت من المستشفى وانا قلبي مليان حقد وغل من اخو زوجي. قعدت غضبانه فتره، بعدها اهل زوجي رضوني ورجعت البيت مع زوجي، وزوجي اتخانق مع اخوه ومن ساعتها اختصرنا من بعض وعلاقتنا ببعض بقت علاقه سطحيه. بس انا عمري ما نسيت ابني اللي اتقتل بسببه، وكل ما كنت اشوفه قدامي كنت ببقى عاوزه اشرب من دمه. فضلت النار تحرق في قلبي لمدة 15 سنة، ولا عمري في يوم نسيت اللي هو عمله، وكنت دايما بفكر في طريقة انتقم بيها منه من اللي عمله فيا وفي ابني. وفعلا في اليوم ده شفت اخو زوجي ومراته خارجين كالعادة من البيت ورايحين المزرعة، وشفت فاطمة بتلعب بره البيت واختها مشغولة عنها. قعدت اراقبهم وبعدين طلعت من البيت وندهت على فاطمة وقلت لها تعالي يا فاطمة انا هديكي حاجة حلوة وهجيب لك لعبة. وبالفعل البنت جت معايا ودخلنا البيت عندي، دخلتها اوضتي وكتفتها ودلقت عليها مادة الأسيد، وبعدين جبت حبل وخنقتها. من كتر الغل والكره لأبوها ما كنتش شايفة قدامي، ما كنتش شايفة طفلة صغيرة، كل اللي كنت شايفاه قدامي أبوها وهو بيضربني بقسوة وغل وابني اللي قتله بإيده. بعد ما اتأكدت إنها ماتت حطيتها في كيس نايلون كبير وربطته، وحطيت الكيس ده في حفرة بنحط فيها مخلفات الأغنام علشان ما تطلعش ريحة للجثة. بس من بعد ما رجال الشرطة فضلوا يفتشوا خفت، فرحت وطلعت الجثة وحطيتها في البلاعة بتاعة الصرف، وفكرت بكده إني اتخلصت من جريمتي. طبعا تمت المحاكمة وتمت إدانة المتهمة وأخدت الحكم اللي تستاهله، لأنها مهما كانت اتعذبت واتألمت ملهاش أي مبرر إنها تقتل طفلة بريئة ملهاش أي ذنب. وكمان والد فاطمة مذنب لأنه قهرها وظلمها.
أمها. بس طبعا فاطمة ملهاش أي ذنب في كل مشاكلهم دي، ربنا يرحمها ويصبر أهلها. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.